مساء الخير، كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم. النهاردة مش هنتكلم عن مسلسل طويل، النهاردة هنتكلم عن أطول مسلسل سياسي في الشرق الأوسط. تخيل معايا تنظيم بدأ سنة 1928 واستنى 84 سنة عشان يحكم، ولما حكم قعد سنة واحدة بس. ده مش مسلسل كوري قصير، ده تاريخ. جماعة الإخوان المسلمين أشهر تنظيم سياسي ديني في المنطقة. السؤال مش هم كويسين ولا وحشين، السؤال ازاي تنظيم عاش عمره كله في السر قرر فجأة يدير دولة فيها 100 مليون بني آدم وكاميرا 4K على كل قرار. في الإسماعيلية مدرس اسمه حسن البنا يقرر يعمل جماعة إصلاح ديني واجتماعي. فكرة بسيطة، أخلاق زائد مجتمع زائد دين. بس مع الوقت المشروع كبر وبقى فيه سياسة، تنظيم، هيكل، جهاز خاص، ولغة أقرب لشركة ناشئة بس في الأربعينات. يعني البداية الجماعة بدأت كدعوة دينية اجتماعية، بس بعد شوية قالت طب ما نجرب نحكم كوكب الأرض كمان. يعني واحد فاتح محل كشري وفجأة قرر إنه يدير ناسا. المشكلة مش إنك تحلم، المشكلة إنك تحلم وإنت قافل التعليقات. في نهاية الأربعينات الجماعة تدخل في عمليات سياسية عنيفة. 1948 اغتيالات، تفجيرات، تنظيم خاص. الدولة تقول مين ده؟ الجماعة تقول مش احنا، بس كل الأدلة تقول إن انتوا. النتيجة حل الجماعة واغتيال حسن البنا 1949. ومن هنا اتولد أول قانون ذهبي في تاريخ الإخوان. دايما خسرانين، دايما مظلومين، بس عمرهم ما كانوا غلطانين. والشعور ده هيبقى المحرك الأساسي لمدة 70 سنة. في الخمسينات مع عبد الناصر ثورة 1952، ثورة يوليو، الإخوان يقولوا إحنا شركاء، عبد الناصر يقول لا شكرا مش عايزين. سنة 1954 تحصل محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في المنشية، الرصاص يطلع والجماعة تقول مش إحنا، عبد الناصر يرد سجون، محاكمات، إعدامات، اعتقالات. ومن هنا الجماعة دخلت مرحلة الاضطهاد الدائم اللي اتحولت بعد كده لأهم محتوى سياسي عندهم. المشكلة إنك لما تعيش 60 سنة وإنت مقتنع إنك الضحية، لما تمسك السلطة هتفضل شايف نفسك ضحية حتى وإنت الحاكم. في السبعينات في السجون تظهر أفكار سيد قطب، تكفير المجتمع والحاكم، واللي مش عاجبه الكلام يخبط دماغه في الحيطة. يعني بدل ما نقول احنا مختلفين سياسيا نقول انتوا مش مسلمين اصلا، وده اخطر من اي تنظيم مسلح. سنة 1970 السادات يطلع الاخوان من السجون يستخدمهم ضد اليسار. الاخوان يقولوا فرصة نرجع، تحالفات في السر مع الجماعات، والرئيس السادات يتقتل سنة 1981. الجماعة تقول ملناش دخل، الدولة تقول اوكي كفاية قوي كده. مع مبارك الجماعة ترجع تدريجيا. في الثمانينات والتسعينات يدخلوا النقابات، الجامعات، البرلمان، لكن بدون حكم مباشر. كانوا عاملين زي طالب طول عمره بيذاكر نظرية القيادة بس عمره ما ساق عربية. قبل 2011 الإخوان كانوا محظورين رسميا بس موجودين فعليا. انتخابات ينزلوا كمستقلين، سياسة من غير اعتراف رسمي، تنظيم شغال ودولة عاملة نفسها مش شايفة. وده خلى الجماعة تتعود على العمل في الظل مش في النور. في ثورة يناير 2011 النظام بيسقط والملعب بيفضى، والإخوان تقول مش هنرشح رئيس بس هنحط إيدينا على البرلمان. بعد كده طب ممكن نرشح رئيس. في 2012 محمد مرسي يبقى رئيس. أول مرة التنظيم يخرج من السرية للقصر الرئاسي. ومن هنا تبدأ المفارقة، تنظيم مغلق بيحاول إدارة دولة مفتوحة. الدولة الحديثة قايمة على شفافية، مؤسسات، معارضة، إعلام. تنظيم بقى قايم على سرية، قيادة مركزية، سمع وطاعة. لما الاتنين يتصادموا النتيجة غالبا بتكون انفجار. أكبر غلطة في تاريخ الجماعة إنها افتكرت إن الفوز بالصندوق يعني امتلاك البلد. أخطاء بالجملة، إقصاء سياسي، صدام مع القضاء، تجاهل الإعلام، لغة تهديد مش لغة حكم. دستور في نص الليل، يعني دولة ب100 مليون تدار بعقلية اجتماع أسري. الإخوان حكموا سنة من 2012 ل 2013، كان ليهم 4 أخطاء كفيلة بإقصائهم عن الحكم. أول حاجة كانت قراءتهم الخاطئة للسلطة، اعتبروا الفوز الانتخابي تفويض مفتوح، لكن السياسة عقد مؤقت مع الشعب مش اشتراك مدى الحياة. تاني حاجة صدام مع الجميع، خلال سنة واحدة حصل صدام مع القضاء، الإعلام، المعارضة، الشارع، مؤسسات الدولة، وده رقم قياسي في خلق الأعداء في وقت قصير جدا. تالت حاجة كان الإعلان الدستوري سنة 2012، قرار أعطى صلاحيات واسعة للرئيس. الرسالة كانت واضحة للناس، إحنا ماسكين كل حاجة. الثقة بدأت تروح والسياسة لعبة ثقة قبل ما تكون لعبة سلطة.
في 2013 كان سقوط الجماعة، الناس كانت مستنية عيش، حرية، عدالة اجتماعية. لقيت خطاب تعبوي وشعارات واستحملوا شوية. الشعب قال احنا مش في معسكر كشافة. 30 يونيو ملايين في الشارع، الجماعة تقول ده انقلاب والنص التاني من البلد يقول ده فشل. الجيش يتدخل، مرسي يتعزل، ومن هنا الجماعة خرجت من الحكم ودخلت في أكبر صدام في تاريخها. اللي حصل بعد كده كان تصادم بين تصور مثالي وواقع معقد جدا. الدولة مش معمل تجارب، الشعب مش جمهور لمسرحية يقعد يتفرج لحد لما السيناريو يتظبط. ولما الثقة اتكسرت رجعت الأمور لمربع إحنا وهم، وأي سياسة مبنية على إحنا وهم مصيرها تضرب في الحيطة. الموضوع مش جماعة بعينها بس، دي قصة أي تنظيم فكر إنه يمتلك الحقيقة المطلقة. وأول ما السياسة تتحول لدين، وأول ما الدين يتحول لحزب، وأول ما الحزب يتحول لتنظيم مغلق، اعرف إن النهاية هتبقى درامية. التاريخ بيقول أي جماعة تقفل على نفسها تصدق نفسها وتخاف من النقد وتكتب نهاية قصتها بإيديها. تخيل شركة قضت 80 سنة بتصمم شعارها، وبعد ما فتحت اكتشفت إنها نسيت تعمل المنتج. التنظيم كان قوي تنظيميا لكن ضعيف إداريا للدولة. كان عنده هيكل ممتاز لكن رؤية حكم مرتبكة. تجربة الإخوان مش مجرد قصة جماعة، التجربة دي كانت درس كبير إن الحكم مش شعارات، مش بيانات، مش اجتماعات مغلقة. الحكم مسؤولية، مصارحة، وقدرة على تقبل النقد. وأهم حاجة إنك لما تمسك بلد تفتكر إن البلد مش ملكك ولا ملك جماعتك ولا ملك أفكارك. البلد ملك الناس اللي ممكن في أي لحظة يعملوا لك أنفولو في الواقع مش على الفيسبوك. الدرس هنا انك لو قضيت عمرك كله بتستعد للحكم من غير ما تتعلم ازاي تحكم، اول ما تمسك السلطة هتكتشف انك بتذاكر للامتحان الغلط. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. اشوفكم الحلقة اللي جاية ورمضان كريم.